السلام عليكم. تعادل النادي الاهلي مع الداخليه. بص، مش هتكلم عن الاخطاء اللي اللاعبين بيقعوا فيها، مش هتكلم على اننا مش عارفين نطلع الكرة لقدام بسبب انها بتروح للعيب في نص الملعب. احنا كلنا عمالين نهاجمه، بيعطل اللعب، بيوقف الدنيا، ما بيلعبش كرة سريعة. الشناوي بتشط عليه شوطة مثلا في وسط الماتش، ترجع له يلعبها له بايديه، يقوم واخدها تتقطع منه، ترجع هجمة تاني، مدافع يتلف بيه في قلب منطقة الجزاء. الاهلي قدم اداء كويس جدا في كاس العالم للانديه. طب وبعدين؟ هل كنتوا بتلعبوا كويس؟ محمد هاني، كنت بتلعب كويس يا حبيبي عشان تحترف؟ كنت بتلعب كويس علشان خاطر توصل لحاجه مستوى اقل بكتير من الطبيعي امبارح؟ نتكلم كده بالراحه، الاهلي عنده مشاكل كتير في الفتره الاخيره، واهمها هو انه ما بيعرفش يحافظ على المكسب. انا ما ينفعش ابقى كسبان سان داونز واتعادل، ما ينفعش ابقى كسبان الداخليه ومطرود منها واحد واتعادل، زي ما حصل قبل كده. هو لما كنت كسبان البنك الاهلي السنه اللي فاتت وبلاعب البنك الاهلي وكنت كسبان 1-0 والدنيا ما كانتش احسن حاجه وبدنيا وتعبان، واتعادلت بجون كريم بامبو. سيناريو السنة اللي فاتت واللي قبلها جمهور الأهلي مش هيقبل بيها لعيبة النادي الأهلي يلي بتاخدوا ملايين. يا كابتن خطيب بعد إذنك، برضو كلنا كجمهور الأهلي محتاجين اللي ملوش لازمة يتكل على الله، وعايزين مهاجم سوبر اللي يلعب في النادي الأهلي تيشيرت النادي الأهلي تقيل عليه، ما تبقاش متقدم بفرق 7-8 بونت وترجع توقع الدنيا وتقول إيه ده أصل أنا مضغوط في الماتشات. هو ده ما ينفعش، ما ينفعش نهائيا. جمهور الاهلي مش هيقبل نفس السيناريوهات بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها. سلام.